السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وستر وسعادة وراحة بال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل شوية بيتيفور طعمين ولذاذ، وطريقة تشكيل سهلة ولذيذة. طبعا كلنا عارفين ان العيد ما يحلاش من غير البيتيفور الناعم الدايب اللي شكله يفتح النفس. هنسمي بالرحمن ونجيب الزبدة بتاعتنا. هنبتدي تكون اول حاجة الزبدة بتاعتي طرية بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش سايحة ولا تكون جامدة. هنبتدي بقى نضربها بأي حاجة عندنا، ممكن بالويسك زي ما احنا شايفين، ممكن نضربها بالمضرب الكهرباء، ممكن نضربها بالعجان لحد ما لونها يفتح معانا كده بالشكل ده وتبقى خفيفة وهشة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنزل بعد كده على الزبدة بالسكر البودر. طبعا انا هعمل النهاردة مقدار نص كيلو، وهكتب لكم مقادير الكيلو في صندوق الوصف، وبعد كده تقدروا تضاعفوا المقدار او تقسموه زي ما انتوا حابين. الكيلو الدقيق عندي بياخد 750 جرام من الزبدة، 200 جرام من السكر البودر، وطبعا فانيليا، وبياخد 2 صفار بيض علشان يبقى ناعم. لو عايزاه متماسك بتحطي بيضة وصفار بيضة. طبعا نرجع للبيتيفور بتاعنا. بعد ما حطيت السكر بضرب خفة كده على سرعة هادية علشان السكر ما يتطيرش معايا ويغرق المكان. ببتدي بعد كده ارفع السرعة شوية شوية لحد ما الخليط بتاعي ينعم ويبقى هش كده وكريمي، علشان يبقى البيتيفور معايا ناجح جدا. ما شاء الله تبارك الرحمن. الخطوة دي ممكن اي حد يساعدك فيها علشان ايدك ما تتعبش. وممكن كمان نستغنى عن المضرب، وكانوا زمان اهالينا بيعملوا بايدهم، بيربوا السمنة او الزبدة بايدهم كده يخفقوها، علشان ما كانش عندهم الادوات اللي تساعدهم، وكان بيطلع معاهم احلى بيتيفور، وكانوا بيعملوا لنا احلى حلويات عيد ما شاء الله ونواعم العيد. بعد كده نزلت ببيضة وصفار بيضة، لان انا بعمل نص كيلو بس. صفار البيضة بيدي نعومة للبيتيفور. بعد طبعا ما ضربت البيض نزلت كمان ب2 باكت من الفانيليا علشان ريحة زفارة البيض، وكمان البيتيفور يبقى معايا ريحته حلوة كده وتفتح النفس. ما شاء الله بعد ما الخليط بقى معايا هش زي ما احنا شايفين وكريمي، هنزل بالدقيق. عندي نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام. هبتدي انزل بالتدريج كده، ما بنزلش بالكمية كلها مرة واحدة، وابتدي اقلب بالسباتيولا كده لحد ما الدقيق يختفي مع الزبدة. وبعد كده ببتدي بقى انزل بايدي. بصراحة يعني العجن لازم يكون بالايد علشان تحسي العجينة كده وتتلمسيها وتقدري تحكمي عليها هي عاملة ازاي معاكي. بنزل بباقي الدقيق زي ما احنا شايفين بالتدريج، وطبعا احتجت النص كيلو دقيق بالكامل. وهبتدي العجن هنا بيبقى بالصوابع كده، مش عجن ولا حاجة، بيبقى يدوب بنلم الدقيق مع الزبدة وندخلهم جوه بعض كده لحد ما يتجانسوا خلاص، ما بنقعدش نعجن ولا حاجة. والعجينة بتبقى معايا بتلزق شوية، ما بتكونش سايلة ولا متماسكة، لكن هي بيبقى فيها تلزيقة خفيفة. العجينة دي تنفع معانا للكيس وتنفع كمان للمكنة، وهنشوف مع بعض طريقة التشكيل. بجيب كيس حلواني وابتدي انزل فيه بالعجين بتاعتي، عجينة البيتيفور، كمية كده معقولة علشان اقدر اتحكم فيها. وابتدي طبعا القمع اللي انتي حباه. انا بصراحة ما قدرتش اجيب القمع بتاع البيتيفور، فاستخدمت قمع بلح الشام. وعلى فكرة مدي معايا رسمة حلوة انا حبيتها، ممكن تكون شكلها كبير شوية لكن شكلها بالنسبة لي لطيف وعجبتني جدا، وعجبت كمان كل اللي أكلوه. ما شاء الله بتدي رسمة حلوة كده زي الوردة. شايفين معايا تبارك الرحمن؟ الرسمة بتاعته تحفة قوي، عاملة كده زي رسمة دوار الشمس، شكلها خطير. وكمان يعني الرسمة ليها تفاصيل كده وشكلها حلو يفتح النفس. ما شاء الله شايفين الجمال، شايفين الرقة، تحفة جدا. كمان الرسمة بتاعت البيتيفور بتفضل معايا ثابتة. بعد كده بجيب رشة كده خفيفة من الدقيق، بحط صباعي في الدقيق وانزل كده اعمل فجوة جوه كل واحدة بيتيفور، وبنزل فيها بقطعة صغيرة كده
من المربى بتدي شكل حلو جدا لوحدة البيتي فور، ويبقى الشبه الجاهز بالظبط، وطعمه كمان مميز قوي. المربى اللي عندي انا بستخدمها مربى الفراولة، لايقة قوي اللون الاحمر مع لون البيتي فور، شكله حلو. ممكن تستغني عن الخطوة دي وتعمليه سادة، انا عملت جزء سادة وجزء بالمربى زي ما احنا شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. الكيس الحلواني من اسهل الحاجات اللي ممكن تشكلي بيها البيتي فور، وكمان شكلت شوية كده بمكنة البيتي فور. وزي ما قلت في بداية الفيديو ان العجينة دي تصلح ان هي تتعامل بالمكنة، وممكن تتعامل كمان بالكيس، لانها عجينة ما شاء الله تبارك الرحمن ناجحة جدا. دي الصينية اللي انا عملتها بالمربى وشكلتها بالشكل ده، شكلها تحفة اللهم بارك. ده شكلها قبل ما تدخل الفرن. هندخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 150 رف أوسط. البيتي فور ما بياخدش معانا لون. ده شكل البيتي فور، بيقعد 10 دقايق على الرف الأوسط في الفرن، وده شكله بعد ما خرج من الفرن تبارك الرحمن، لونه تحفة. انا بحب اللون فاتح كده. عملت كمان صينيتين 2 سادة كده بنفس الشكل بس بدون المربى. وعملت صينية كبيرة، النص كيلو عمل معايا كمية كويسة جدا تبارك الرحمن. هوريكم شكله من قريب. ما شاء الله شايفين عامل ازاي من تحت ومن فوق. الرسمة بتاعته ما شاء الله محتفظ برسمته. كمان شكل المربى عليه تحفة جدا، وكمان الطعم مميز جدا جدا. ده شكله من قريب حاجة قمر خالص، ما فرش معايا ولا حاجة لان مقاديره مظبوطة. وكمان كان طعمه مميز جدا جدا بشهادة كل اللي اكلوه. طعمه حلو، السكر مظبوط، وكمان الرسمة بتاعته طالما ما اتمسحتش شكلها تحفة زي ما احنا شايفين، مع اني مش عاملاه بالقمع المخصص البيتي فور، عملته بقمع بلح الشام. شايفين من قريب الرسمة عاملة ازاي تبارك الرحمن. الرسمة تحفة واضحة جدا، وكمان ما فرش معايا بشكل كبير. ونشوف النعومة بقى كمان تبارك الرحمن، ناعم وبيدوب وفي نفس الوقت مش بيتكسر الا لو طبعا كسرتيه بايدك. نشوف الطعم كمان اللهم بارك. سكره مظبوط جدا، ونعومته حلوة، وريحته جميلة جدا جدا. جربي بقى لو هتعملي نص كيلو، انا عملت نص كيلو وعمل معايا كمية حلوة جدا محترمة ما شاء الله تبارك الرحمن. هتكفيكي العيد. لو حابة تزودي هتضعفي الكمية، هكتب لك المقادير كلها في صندوق الوصف. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة ولو بمعلومة صغيرة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير علشان الكل يستفيد. وإن شاء الله أشوفكم دايما في كل جديد. ولو حابة بقى تحتفظي بالبيتي فور بتاعك في علبة كده محكمة الغلق، ترصيه زي ما احنا شايفين، هيقعد معاكي محتفظ بقرمشته ولونه الحلو وشكله، وإن شاء الله مش هيقعد معاكي من طعامته. وأشوفكم على خير في فيديوهات كتير حلوة ومميزة. ودمتم في حفظ الله وأمنه، وأستودعكم عناية الرحمن، ومع السلامة.